يا اهلا بيكم يا شباب. النهارده معانا ملخص لفيلم مرعب هيخلي ركابكم تخبط في بعضها، قصه رعب حقيقيه من اعماق المحيط. ركزوا معايا بقى عشان اللي حصل ده ما يتصدقش. نورا صحيت من نومها وهي بتغسل سنانها الصبح، حست ان في حاجه مش طبيعيه حواليها، قلقت وبدات تبص حواليها بتركيز، وفجاه قلبها وقع في رجليها من اللي شافته. الحقيقه ان نورا في اللحظه دي موجوده على عمق الاف الاقدام تحت سطح البحر، في مكان اشعه الشمس عمرها ما وصلت له اصلا. في العمق ده ضغط الميه بيبقى رهيب لدرجه انه ممكن يفرتك جسم بني ادم ويخليه حته من الميه في اقل من ثانيه واحده. هم بانيين محطه او قاعده للابحاث تحت البحر، والناس دي عايشه جواها. نورا بتحكي ان في العمق ده لشهور بتخليك مش عارف انت بالليل ولا بالنهار، وساعات بيبقى صعب تفرق بين الحلم والحقيقه، بس رغم كده لازم يأدوا واجبهم. وهي لسه بتحكي فجاه انوار القاعده كلها بدات ترعش بشكل غريب. لبست جاكيت وطلعت تشوف في ايه، وهنا شافت الميه بتسرب من فوق، ومنظر الميه ده رعبها بجد. ضغط الميه في العمق ده مرعب لدرجه انه ممكن يطحن عظم البني ادم ويخليه زي البودره في ثانيه واحده. نورا ما لحقتش حتى تفكر، وفجاه حيطه القاعده اتكسرت والميه بدات تغرق المكان. جريت بكل قوتها في طرقه علشان تلحق نفسها، وبدات تصحي باقي طاقم السفينه اللي كانوا نايمين. الكل صحي على المنظر المرعب ده، وبداوا يجروا ورا نورا وهم بيصرخوا، وبعد تعب وصلوا لاوضه تانية، بس للاسف نظام قفل الباب كان بايظ ومش راضي يتقفل. نورا ما ضيعتش وقت وبدات تصلح نظام الامان بايديها بسرعه، وفي اللحظه دي شافت باقي زمايلهم بيجروا ناحيتهم وهم بيصارعوا الميه عشان يعيشوا. نورا صرخت فيهم عشان يجروا اسرع، بس للاسف الميه بلعتهم قبل ما يوصلوا للباب. واحد من اللي معاها صرخ وقال لها اقفلي الباب بسرعه والا كلنا هنموت. وبالفعل نورا داست على الزرار، وفي اخر لحظه الباب اتقفل بصوت رزع قوي. فجاه كل حاجه بقت هاديه بشكل مريب. واحد صاحبه اسمه رودريجو قال يمكن ده زلزال قوي، لان مفيش تفسير تاني. حاول يتواصل مع اوضه التحكم بس مفيش رد، يعني الاتصال اتقطع تماما. وفي اللحظه دي سمعوا صوت غريب بيقبض القلب، كأن في جسم غامض وضخم بيتحرك بره القاعده في الميه وبيخبط في الحيطان بمخالب حاده. نورا ورودريجو حسوا ان الخطر كبير، فقرروا يروحوا لمكان كبسولات الهروب بسرعه. وهم ماشيين وسط الحيطان وصلوا لاوضه السيرفر وحاولوا يصلحوا نظام الاتصالات البايظ، بس سمعوا نفس الصوت المرعب تاني وقريب منهم جدا. نورا شافت البيانات على السيستم واتصدمت. القاعده كلها اتدمرت زي بيت في الكوتشينه، ومفيش غير اجزاء بسيطه بس اللي لسه صامده. نورا ورودريجو كملوا طريقهم للكبسولات وهم بيزحفوا وسط الحيطان عشان يلاقوا طريق. فجاه سمعوا صوت حد بيصرخ بوجع، الحقوني. نورا بصت وراها لقت زميلهم بول محشور تحت الانقاض. نورا ورودريجو قعدوا يحاولوا كتير لحد ما قدروا يسحبوه ويطلعوه، وبقوا الثلاثه ماشيين مع بعض. والطريق قدامهم كان ضيق جدا لدرجه انهم زحفوا على بطنهم. نورا كانت في الاول، وفجاه شافت جثه بني ادم عينه لسه مفتوحه، وكان باين فيهم رعب رهيب كانه شاف حاجه تخوف قوي قبل ما يموت. المنظر ده زرع الخوف في قلوبهم، وبداوا يحسوا ان في حاجه مرعبه صحيت في اعماق البحر، حاجه فوق خيال البشر. اخيرا وصلوا لاوضه الكبسولات، بس الصدمه كانت ان مفيش ولا كبسوله واحده فاضله. ما لقوش هناك غير القائد لوسيان، وكان محبوس ورا باب مقفول. نورا فتحت له الباب من بره، والقائد قال لهم انه بعت باقي الطاقم في الكبسولات لسطح الميه. دلوقتي مفيش قدامهم غير انهم يوصلوا لاوضه الغواصات. نورا قالت للقائد ان القاعده كلها اتدمرت وما يعرفوش مين لسه عايش ولا هم نفسهم هيعيشوا ولا لا، وسالته هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ده زلزال بجد ولا حاجه تانية؟ القائد رد انه اول مره يشوف حاجه كده في حياته، بس لازم يتكاتفوا علشان يخرجوا من الموقف ده. راحوا لاوضه التحكم ولقوا ايميلي وسميث بيحاولوا يتواصلوا مع العالم الخارجي بس مفيش اشاره. والادهى ان اوضه التحكم كانت بتترج رصات قويه، كأن في حاجه ضخمه بره بتزق القاعده لفوق. نورا فحصت السيستم وقالت ان الادوار اللي فوق وابراج التبريد انتهت تماما، بس الخطر الحقيقي في قلب القاعده اللي بيدي الطاقه للمكان كله، لانه ممكن ينفجر في اي لحظه. لو القلب ده انفجر، الانفجار هيكون رهيب وهيمحي محطه الابحاث دي في ثانيه. مفيش قدامهم اي مفر لان الكبسولات اتدمرت خلاص. ولما فقدوا الامل واستسلموا للموت، القائد قال لهم ان في فرصه اخيره، لازم ينزلوا لاعمق حته في القاعده، مكان مع عمليات الحفر شغاله، يمكن يلاقوا كبسولات هناك. بول قال ان موقع الحفر ده بعيد عنهم بحوالي 1.5 كيلو، وازاي هيوصلوا في الظروف دي؟ في وسط الكلام سميث استقبل اخر اشاره جت من موقع الحفر، والكل اتسمر مكانه من الرعب. الاشاره ما كانتش غير صرخات وجع واصوات وحوش مرعبه. فجاه القاعده اتهزت هزه غريبه تاني، كأن في شيطان مستخبي في الضلمه وعايز يكسر المحطه كأنها لعبه. بول قال بندم انهم ما كانش المفروض يحفروا للعمق ده، وانهم شكلهم صحوا شيطان ما كانش لازم يقربوا منه. ما بقاش في حل تاني، فلبسوا بدلات الغطس التقيله، والبدلات دي كانت املهم الاخير. بس اول ما نزلوا في اعماق المحيط، خوذه رودريجو اتشرخت، وفي لمح البصر ضغط الميه الرهيب فجر جسمه وفتته تماما. ما كانوش قادرين يستوعبوا موت صاحبهم البشع ده. نورا بصت
بصت للبحر الاسود العميق ده وحست ان السكون اللي فيه ارعب من الفضاء نفسه، وبحزن وخوف نطوا فوق سطح ونش البضائع ودخلوا جواه. القائد قال لهم لازم يهربوا من القاعده دي بسرعه لانها هتنفجر زي البركان في اي وقت. الونش بدا ينزل بيهم لاعماق اكبر، وفجاه ظهرت اشاره استغاثه من كبسوله على الشاشه. القائد وقف الونش وطلب من بول وسميث يروحوا يشوفوا مين اللي بيبعت الاشاره دي. نزلوا الميه والضلمه كانت كحل، حتى كشافات البدله ما كانتش منوره حاجه. سميث حس ان في حاجه بتراقبه في الضلمه. وصلوا للكبسوله ولقوها متغطيه بماده لزجه غريبه ما شافوهاش قبل كده. ما لقوش حد جوه الكبسوله، بس وهم بيدوروا لقوا جثه واحد صاحبهم متشبكه في الكابلات. القائد امرهم يرجعوا فورا، بس بول وسميث شافوا حاجه بتتحرك جوه ظهر الجثه، وقبل ما يفهموا في ايه خرج وحش غريب بسرعه البرق من ظهر الجثه وهجم على بول. سميث قدر يقتل الكائن الصغير ده بالعافيه، ورجعوا بيه للونش. بول حكى ان الكائن ده كان بياكل في الجثه. ايميلي لما شافت الكائن ده لاحظت ان ليه مخالب حاده وقويه جدا، وقالت انهم وهم بيحفروا اكيد فتحوا حفره بالغلط كانت بتعيش فيها الكائنات الغريبه دي. دلوقتي هم غضبانين وهي لسه بتتكلم انوار الونش كلها انطفت. نورا حاولت تصلح السيستم، وكل ما الونش ينزل اكتر في حاجه ضخمه بره كانت بتخبط فيه بقوه. بول بص للكائن الصغير على الترابيزه وفكر يا ترى امه بره. الكل وقف ساكت زي الحجر وسط الهزه المرعبه دي، والهدوء كان قاتل لدرجه انهم سامعين ضربات قلبهم. ولما القائد نور الكشاف على سقف الونش الازاز فجاه وحش عملاق هجم على الازاز، وكان شكله شبه بني ادم شيطاني. الكل اترعب، وفي اللحظه دي حصل انفجار ضخم في الجزء اللي فوق من القاعده. النور كان قوي جدا لدرجه انهم حسوا ان الشمس طلعت فجاه في قاع البحر من قوه الانفجار. الكابلات التقيله بتاعه الونش اتقطعت وبدا يقع بسرعه رهيبه. لبسوا الخوذه بسرعه ونطوا من الونش قبل ما يخبط في القاع، وبسبب الانفجار حطام حديدي من الكوبري اللي فوق بدا ينزل عليهم زي المطر. جريوا وهم بيساعدوا بعض لحد ما وصلوا لباب غرفه الحفر. الضلمه كانت حواليهم وفي خيالات غريبه بتظهر فيها. باب الغرفه كان معلق، بس بعد محاولات دخلوا جواه سمعوا صوت مرعب تاني من فوق، والقائد طمنهم وقال ده غالبا صوت حطام القاعده وهو بيقع. بداوا يمشوا جوه الغرفه اللي شبه النفق، والطريق كان بيضيق اكتر واكتر. وصلوا لحته لقوا الطريق مسدود تماما بالانقاض. نورا بكل شجاعه قالت انها هتعوم تحت الميه للناحيه التانيه. لبست خوذتها ونطت فعلا ووصلت وراحت مناديه عليهم. بداوا يعدوا واحد واحد، وبول كان اخر واحد. بول حس ان في حد معاه في الميه الضلمه وراه، ولما بص لقي كائن غريب اختفى بسرعه. القائد كان بينادي عليه بس بول ما كانش بيرد. اضطروا يشدوا الكابل المربوط في بدله بول بقوه، وفعلا رجعت لهم والكل ارتاح. بس فجاه قوه خفيه شدت كابل بول من الناحيه التانيه بعنف. بول صرخ من الرعب والكل حاول يقطع الكابل بس كان فات الاوان. في لحظه حته من جسم بول انفصلت عنه وخصته اتملت دم ومات موته بشعه. الباقيين جروا هم مرعوبين عشان يلحقوا نفسهم. القائد حاول يتواصل بالراديو تاني مع العالم اللي فوق بس مفيش فايده. موت بول كسرهم كلهم، واصحابهم عمالين يموتوا واحد ورا التاني بسبب قوه مش شايفينها. وقفوا في اوضه التحكم وشافوا منظر مرعب من الازاز. مكنه الحفر العملاقه متدمره ومتطبقه كانها لعبه في ايد حد. سميث استغرب ازاي مكنه وزنها 6000 طن تتدمر كده. ايميلي كانت بتترعش وقالت ان دي غلطتهم انهم لمسوا اعماق البحر، والبحر دلوقتي بياخد طاره منهم، وانهم ما كانش المفروض يجوا هنا ابدا. القائد حاول يهديهم وقال لازم نمشي، بس سميث قال ان بدلته باظت ومش هتتحمل ضغط الميه بره. سميث طلب منهم يسيبوه يمشوا عشان ما يعرضش حياتهم للخطر، بس القائد شجعه وقدر يصلح البدله بالعافيه. ونزلوا كلهم الميه تاني رايحين لموقع الحفر عشان يلاقوا كبسولات الهروب. الدنيا كانت ضلمه كحل، ونورا حست ان في حد وراها. نورت الكشاف ما لقتش حد، بس الرعب كان مالكها وحاسه ان في حاجه قريبه منها جدا. وفجاه كائن غريب عام من قدامها. الكل خافوا وبداوا يدوروا في الضلمه، والقائد امرهم يطفوا انوار البدلات. وفي وسط ده اكتشفوا ان سميث اختفى. نورا شافت حاجه غريبه بتجر سميث بعيد فجرت وراه بكل شجاعه. الكائن ده جر سميث جوه كهف ضيق. القائد دخل وراه فورا ولقي سميث لسه عايش وسحبه لبره، بس القائد افتكر ان مسدس سميث لسه جوه فرجع يجيبه. وهو راجع وحش مرعب خرج من اعماق الكهف ومسك القائد وطلعه لفوق. نورا اتسحلت معاه لان الكابل بتاعها اتعلق في بدله القائد، وهم بيصارعوا الوحش تحت الميه خبطوا في منصه كبيره. نورا حاولت تنقذ القائد اللي كان متعلق على طرف المنصه، بس الوحش العملاق ظهر قدامهم تاني. كان ضخم جدا وشكله مش من العالم ده، وفتح بقه الكبير عشان يبلع خوذه نورا. في اللحظه دي القائد طلع سكينته وضرب الوحش، فالوحش من الوجع سحب القائد ونورا لفوق بسرعه جنونيه. القائد عرف انهم لو فضلوا طالعين بالسرعه دي البدلات هتنفجر من الضغط، فطلب من نورا تقطع الكابل والا هتموت. نورا رفضت، فالقائد قطع الكابل بنفسه في عمل بطولي عشان ينقذها. وبمجرد ما انفصلت حصل انفجار رهيب ومات القائد وتناثر جسمه في الميه. نورا وقعت من قوه الانفجار
انفجار في حتة مهجورة من القاعدة في قاع البحر. المكان كان هادي وموحش، ونورا كانت منهارة نفسيا لأنها مش عارفة سميث وإيميلي عايشين ولا لأ. حاولت تنادي عليهم بالراديو زي المجنونة ومحدش رد. وبعدين نورا لقت بدلة قديمة وصلحتها ونزلت المية تاني تدور عليهم، وفجأة سمعت صوت إيميلي في الراديو وشافت نور بدلتها من بعيد. لما وصلت لقت إيميلي بتجر سميث لأنه كان مصاب جدا. نورا هدتها وبدأوا يجروا بيهم في الضلمة. الجو كان مرعب وكأن في خيالات بتراقبهم. وأخيرا وصلوا لموقع الحفر، بس بدل ما يفرحوا اتصدموا. عشان يوصلوا للباب الرئيسي لازم يعدوا على كوبري، والكوبري ده كان عليه آلاف الكائنات المرعبة نايمة. لو واحد بس صحي الباقي هيقطعوهم وياكلوهم في ثانية. ما كانش في حل غير انهم يمشوا بالراحة جدا وسطهم، بس للأسف وحش منهم صحي وهجم على نورا. نورا صرخت في إيميلي عشان تهرب. الوحش فتح بقه عشان يبلع نورا، بس هي كانت شجاعة جدا وضربت نار جوه بطنه بالمسدس. الوحش مات ونورا شقت جسمه وخرجت. بس في اللحظة دي باقي الوحوش بدأت تصحى. نورا وهي بتعمر مسدسها شافت ان المنصة اللي كانوا عليها الوحوش بتترفع لفوق وتختفي في الضلمة. وفجأة شافت خيال ضخم جدا فوق مبنى قدامها. لما ركزت قلبها وقف. قدامها وحش بحري عملاق طوله أكبر من عمارة 50 دور. نورا جرت بكل قوتها للباب، والوحش ده ضرب الكوبري برجله ضربة خلت المية تنفجر كأن قنبلة ذرية فرقعت. نورا طارت من قوة الضربة وأغمى عليها. إيميلي جرتها لجوه وقفلت الباب بسرعة. التلاتة بقوا جوه بس الخطر لسه موجود. الوحش العملاق كان بيحاول يقلع مبنى الحفر كله من الأرض. وصلوا لأوضة الكبسولات ولقوا 3 كبسولات بس، ولما نورا فحصتهم لقت 2 بس اللي شغالين. من غير تفكير حطوا سميث في واحدة وبعتوه لفوق. نورا طلبت من إيميلي تركب التانية، بس إيميلي عرفت إن الكبسولة اللي فاضلة بايظة ورفضت تسيب نورا. نورا أقنعتها وقالت لها إن سميث مستنيها ومستقبلهم مع بعض، وراحت بعت كبسولة إيميلي وهي بتعيط. نورا بقت لوحدها تماما في القاعدة. الوحوش الصغيرة بدأت تخبط على إزاز الأوضة. نورا شافت في السيستم إن آلاف الوحوش بتطارد كبسولات سميث وإيميلي. نورا خدت نفس عميق وراحت محملة قلب طاقة فوق طاقته بإيديها، وفعلت نظام التدمير الذاتي للقاعدة. العد التنازلي خلص وحصل انفجار مهول. الانفجار ده كان قوي لدرجة إن الوحوش العملاقة وكل الوحوش اللي معاه اتحرقوا وانتهوا تماما. نورا ضحت بحياتها عشان تنقذ صاحبها، وفي الآخر الأخبار جابت إنهم أنقذوا 2 من طاقم المحطة والقصة خلصت. القصة دي بتبين إن لما إنسان بيحاول يتخطى حدود الطبيعة بتديله درس قاسي ما بيتنسيش. وبتخلص قصتنا لحد هنا، لكن أفلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمة جدا بالنسبة لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وأفلام مؤثرة زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان القصة اللي بعد كده توصل على شاشة موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.